الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وعلى آله وأصحابه المستكملين الشرف. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون الكرام، إني أحييكم والتحايا مفاتيح القلوب. إني أحييكم تحية يفوح منها الأرج، تحية بعدد كل من دب وعرج، تحية بعدد كل من نزل على درك أو صعد على درج، تحية أنفاس الرياض وشابها، نسيم هدوء والنواظر هجع، فجاءت يخالطها المسك ولها في أنوف الناشقين تضوع. أيها الإخوة الكرام، هذا هو اللقاء الأول من هذه السلسلة العظيمة الطيبة المباركة، والتي هي تحت عنوان أئمة الأمة. نعم، إننا نريد أن نتحدث عن أئمة الأمة لنقتدي بهم ولنتأسى بهم، من باب قول القائل: أسير خلف ركب القوم ذا عرج، مؤملا جبر ما لاقيت من عوج، فإن لحقت بهم بعدما سبقوا، فكم لرب السما في الناس من فرج، وإن ظللت بقفر الأرض منقطعا، فما على أعرج في ذاك من حرج. ونبدأ هذه السلسلة العظيمة المباركة بخير الناس بعد الأنبياء والرسل، وهم الصحابة الكرام، ونبدأ بخير الصحابة على الإطلاق، ألا وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. تعالوا بنا لنتعرف على أبي بكر الصديق، لنتعرف على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا تعالوا بنا إلى اسمه رضي الله عنه وأرضاه. فأبو بكر الصديق هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي، ويلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد السادس. يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد رقم 6، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة ابن كعب، وكنيته أبو بكر. وقد سمت العرب بكرا لأن بكرا هذا كان أبو قبيلة عظيمة، كان سيد قبيلة عظيمة عند العرب، ولذلك سموا بكرا. وأما ألقاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فقد لقب بألقاب كثيرة وعظيمة تدل على شرفه رضي الله عنه، وتدل على عظم مكانته في الإسلام. اللقب الأول لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، هذه الألقاب العظيمة، اللقب الأول منها العتيق، والذي لقبه بهذا اللقب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم له: أنت عتيق الله من النار. فسمي أبو بكر الصديق سمي عتيقا. وفي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: دخل أبو بكر الصديق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر فأنت عتيق الله من النار. فمن يومئذ سمي عتيقا رضي الله عنه وأرضاه. وقد ذكر أهل العلم أسباب أخرى كثيرة لهذا اللقب، يعني ذكروا أسباب كثيرة أخرى لهذا اللقب الذي لقب به أبو بكر الصديق، وهو لقب عتيق. فقد قال بعض أهل العلم أنه سمي عتيقا لجمال وجهه رضي الله عنه، وقال بعضهم بل سمي عتيقا لأنه كان مقداما وقديما في الخير، وقال بعضهم بل سمي عتيقا لعتاقة وجهه، يعني لبشاشة وجمال وجهه رضي الله عنه. وقال بعضهم بل سمي عتيقا لأن أم أبي بكر كانت لا يعيش لها ولد، يعني كانت كلما جاءت بولد يموت، فلما ولدت أبا بكر الصديق استقبلت به الكعبة وقالت: اللهم إن هذا عتيقك من الموت فهبه لي.
يعني كانت كلما أنجبت ولد كان هذا الولد يموت، فلما ولدت أبا بكر الصديق استقبلت به الكعبة وقالت اللهم إن هذا عتيقك من الموت فهبه لي، يعني يا رب اجعل هذا لي ولا تقضي عليه بالموت. ولا مانع أبدا من أن نجمع بين هذه الأقوال لأهل العلم جميعا، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه جميل الوجه وعظيم النسب وصاحب يد سباقة إلى الخير، وهو عتيق الله عز وجل من النار كما بشره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وكذلك وهبه الله عز وجل لأمه، بل وهبه الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة جميعا. اللقب الثاني من ألقاب أبي بكر رضي الله عنه أنه لقب بالصديق، والذي لقبه بهذا اللقب كذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أنس رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحد وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صعد على جبل أحد وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم الجبل يعني اهتز بهم الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ولقب أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بالصديق لكثرة تصديقه للنبي عليه الصلاة والسلام. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى فأصبح الناس يتحدثون بذلك، فارتد ناس كانوا آمنوا برسول الله وصدقوه. يا إلهي، يعني تقول لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى وتحدث الناس بهذا، ارتد ناس كانوا آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقوه، ارتدوا عن الإسلام والعياذ بالله رب العالمين. وسعى رجال إلى أبي بكر الصديق وقالوا له هل لك في صاحبك؟ إنه يزعم أنه أسري به الليلة إلى المسجد الأقصى وعاد في نفس الليلة، يعني يقولون له هل علمت ما يقول صاحبك محمد؟ إنه يقول أنه أسري به إلى المسجد الأقصى وعاد في نفس الليلة. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وقد قال ذلك فعلا، قال كده؟ فقالوا نعم. فقال لهم لئن قال هذا فقد صدق. الله أكبر. فقالوا له أو تصدقه أنه قد ذهب الليلة إلى بيت المقدس وعاد في نفس الليلة قبل أن يصبح؟ فقال نعم. أي نعم أصدقه. انظر ماذا قال لهم، قال إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة. الله أكبر. انظروا إلى هذا الرجل صاحب العقل الرشيد القويم، كان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، ولذلك لقب أبو بكر بالصديق رضي الله عنه وأرضاه. وقد أجمعت الأمة على تسميته بالصديق. أنا أقصد الأمة الإسلامية، أقصد المسلمين، أقصد أهل السنة والجماعة، أقصد الذين يحبون الله ورسوله، أما غيرهم فلا أقصدهم أبدا. أجمعت الأمة، أجمع الموحدون، أجمع المسلمون على تسمية أبي بكر بالصديق رضي الله عنه، لأنه كان كثير التصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وقد لازم الصدق والتصديق، لازم أبا بكر طيلة حياته، فلم تقع منه هنة ولم يقع منه تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم قط. وهذا هو حال الصحابة جميعا، لم يقع منهم تكذيب لرسول الله قط. قال أبو محجن الثقفي وسميت صديقا وكل مهاجر سواك يسمى باسمه غير منكر،
سبقت إلى الإسلام والله شاهد، وكنت جليسا في العريش المشهر. وقال الأصمعي رحمه الله تعالى: ولكني أحب بكل قلبي وأعلم أن ذاك من الصواب رسول الله والصديق حبا به أرجو غدا حسن الثواب. اللقب الثالث من ألقاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه الصاحب، فلقد لقب أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالصاحب، والذي لقبه بهذا هو الله سبحانه وتعالى لقبه به في القرآن الكريم. قال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إذ يقول لصاحبه يعني يقول لأبي بكر الصديق رضي الله عنه صاحب النبي في الغار، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وقد أجمع العلماء أن الصاحب المذكور في هذه الآية هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فلقد جاء في الحديث عن أنس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه حدثه فقال له: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا. يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يقول لأنس أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو نظر أحد المشركين تحت قدميه لرآنا. أبو بكر يقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم في وقت الهجرة لما كانوا في الغار، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قال في قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال ابن حجر: فإن المراد بصاحبه هنا هو أبو بكر بلا منازع. والأحاديث في كونه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار كثيرة شهيرة، لم يشارك أبا بكر في هذه المنقبة إلا أبا بكر فقط، لم يشاركه فيها أحد. اللقب الرابع من ألقاب أبي بكر الصديق لقب بالأتقى، والذي لقبه بهذا اللقب هو الله عز وجل، لقبه به في القرآن الكريم. قال الله عز وجل: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فالذي لقبه بهذا اللقب هو الله سبحانه وتعالى، لقبه بالأتقى في قوله تعالى: وسيجنبها الأتقى. الله أكبر. اللقب الخامس من ألقاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لقب بالأواه. لقب أبو بكر بالأواه، وهو لقب يدل على الخوف والوجل والخشية من الله سبحانه وتعالى. قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى: لقب أبو بكر بالأواه لرأفته ورحمته. يعني يقول بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لقب بالأواه لرأفته ورحمته. ثم تعالوا بنا بعد ذلك إلى مولد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإن العلماء لم يختلفوا في أن أبا بكر ولد بعد عام الفيل،
وإنما اختلف العلماء في المدة التي ولد فيها أبو بكر بعد عام الفيل، فمنهم من قال بأنه ولد بعد عام الفيل ب3 سنوات، وبعض العلماء قال بأن أبا بكر ولد بعد عام الفيل ب2 و6 أشهر، وبعض أهل العلم قالوا بأن أبا بكر ولد بعد عام الفيل ب2 وأشهر، ولم يحددوا هذه الأشهر. ونشأ أبو بكر نشأة عزيزة كريمة بين أبوين كانوا أعزاء في قريش، ولذلك فقد نشأ أبو بكر كريم النفس عزيز المكانة في قومه. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أبيض اللون نحيف البدن. وفي صفات أبي بكر الصديق قال قيس بن أبي حازم قال دخلت على أبي بكر وكان رجلا نحيفا خفيف اللحم أبيض، يعني كان أبو بكر نحيفا خفيف اللحم أبيض اللون رضي الله عنه وأرضاه. وكان أبو بكر حسن القامة نحيفا خفيف العارضين، وكان رقيقا معروق الوجه، والمعروق يعني قليل اللحم. وكان أبو بكر الصديق حافظا لحيائه ملازما له. وكان أبو بكر دقيق الساقين. وكان أبو بكر عاري الأشاجع يعني مفاصل الأصابع. ثم تعالوا بنا بعد ذلك إلى أسرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فوالد أبي بكر الصديق رضي الله عنه هو عثمان ابن عامر ابن عمرو، يكنى بأبي قحافة، وقد أسلم في يوم الفتح، أسلم في يوم فتح مكة. وجاء به أبو بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء به للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر هلا تركت الشيخ حتى نأتيه؟ الله أكبر، يعني هلا تركت والدك حتى نأتيه نحن يا أبا بكر؟ انظروا إلى أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر هو أولى أن يأتيك يا رسول الله. فأسلم أبو قحافة وبايع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا لهذا من شعره. وكان شعر أبي قحافة كالسغامة، والسغامة هو نبات يشبه به الشيب، وقيل هو شجر يشبه به الشيب. وأما والدة أبي بكر الصديق رضي الله عنه فهي سلمى بنت صخر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم، يعني والدة أبي بكر الصديق هي سلمى بنت صخر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم، وكنيتها أم الخير. وقد أسلمت مبكرا رضي الله عنها وأرضاها. وأما زوجات أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقد تزوج رضي الله عنه وأرضاه ب4 من النساء، وقد أنجبن له 3 من الذكور و3 من الإناث. وزوجته الأولى هي قتيلة بنت عبد العزى ابن أسعد ابن جابر ابن مالك، وقد اختلف أهل العلم في إسلامها. وقتيلة هذه هي والدة عبد الله بن أبي بكر وأسماء بنت أبي بكر. وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قد طلقها في الجاهلية. وقد جاءت قتيلة بعد ذلك إلى بنتها أسماء في المدينة، جاءت لها بهدايا فيها أقط وسمن، فأبت أسماء رضي الله عنها أن تأخذ منها هذه الهدايا، بل وأبت أن تدخلها إلى بيتها. ثم أرسلت أسماء إلى أم المؤمنين عائشة لتسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني قالت لا اسألي لي النبي، لقد جاءت أمي بهدايا وأبيت أن أقبل منها هذه الهدايا وأبيت أن أدخلها البيت. فسألت أم المؤمنين عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال لها لتدخلها ولتقبل هديتها. وأنزل الله سبحانه وتعالى قرآنا يتلى في قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.
الزوجة الثانية من زوجات أبي بكر الصديق أم رومان بنت عامر بن عويمر، وهي من بني كنانة بن خزيمة. مات عنها زوجها الحارث بن سخبرة بمكة وتزوجها أبو بكر الصديق. وأسلمت أم رومان قديما وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم وهاجرت من مكة إلى المدينة، وهي والدة عبد الرحمن بن أبي بكر وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم جميعا. وتوفيت أم رومان رضي الله عنها وأرضاها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، توفيت في السنة 6 من الهجرة النبوية المطهرة. الزوجة الثالثة من زوجات أبي بكر الصديق وهي أسماء بنت عميس بن معبد بن الحارث أم عبد الله، وهي من المهاجرات الأوائل. أسلمت قديما رضي الله عنها، أسلمت قبل دخول دار الأرقم بن أبي الأرقم، وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر بها زوجها جعفر بن أبي طالب، هاجر بها إلى الحبشة، ثم هاجر بها بعد ذلك جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه إلى المدينة المنورة، واستشهد رضي الله عنه وأرضاه في مؤتة، فتزوجها أبو بكر الصديق فولدت له محمد بن أبي بكر. وقد روى عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأبو موسى الأشعري، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن أختها، ابن أخت أسماء بنت عميس، وهي أم الفضل امرأة العباس. الزوجة الرابعة من زوجات أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهي حبيبة بنت خارجة ابن زيد ابن أبي زهير، وهي أنصارية خزرجية رضي الله عنها، وهي التي ولدت لأبي بكر الصديق أم كلثوم بنت أبي بكر، ولدتها بعد وفاة أبي بكر الصديق. وقد أقام عندها أبو بكر الصديق بالسنح. وأما عن أولاد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فهم عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه، وهو أسن ولد أبي بكر الصديق، وقد أسلم في يوم الحديبية وحسن إسلامه، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف بالشجاعة رضي الله عنه، وله مواقف عظيمة في الإسلام. الولد الثاني من أولاد أبي بكر الصديق وهو عبد الله بن أبي بكر، وهو صاحب الدور العظيم في الهجرة النبوية المطهرة، فلقد كان يمكث بين أهل مكة بالنهار ليسمع الأخبار، ثم إذا جاء الليل يذهب إلى النبي وإلى أبي بكر فيعلمهم الأخبار، فإذا أصبح عاد إلى أهل مكة. كان يعلمهم بالأخبار حتى يأخذوا الحذر، وحتى يحتاطوا لأمرهم، وحتى لا يقع بهم أذى ولا شر من المشركين في طريق هجرتهم. وقد أصيب عبد الله بن أبي بكر بسهم في يوم الطائف، فظل هذا السهم يؤلمه إلى أن مات عبد الله. مات بعد ذلك في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. الولد الثالث من أولاد أبي بكر الصديق وهو محمد ابن أبي بكر رضي الله عنهم جميعا. أمه أسماء بنت عميس، وقد ولد في عام حجة الوداع. وقد عاش محمد ابن أبي بكر في حجر علي بن أبي طالب، وقد ولاه علي بن أبي طالب، يعني جعله واليا وولاه على مصر، وقتل محمد ابن أبي بكر في مصر. ثم بعد ذلك أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، وقد سميت رضي الله عنها بذات النطاقين. وقد سميت بذات النطاقين لأنها لما صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبيها أبي بكر سفرة، فلم تجد شيئا تشدها به، يعني لم تجد شيئا تربط به السفرة، فشقت نطاقها نصفين وشدت السفرة بنطاقها، فسميت بذات النطاقين رضي الله عنها. وأسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين هي زوجة الزبير بن العوام رضي الله عنهم جميعا. وهاجرت أسماء بنت أبي بكر إلى المدينة، وكانت حامل بعبد الله بن الزبير، فولدته بعد الهجرة، فكان عبد الله بن الزبير هو أول مولود في الإسلام بعد الهجرة. وقد عاشت أسماء بنت أبي بكر 100 عام،
ولم ينكر من عقلها شيء، ولم يسقط منها سن رضي الله عنها. وقد روي لها عن النبي صلى الله عليه وسلم 56 حديث، روى عنها عبد الله بن عباس، وروى عنها أبناؤها عبد الله وعروة، وروى عنها كذلك عبد الله بن أبي مليكة وغيرهم، وكانت جوادة كريمة محسنة. وقد توفيت رضي الله عنها، توفيت بمكة سنة 73 هجريا. ثم بعد ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنوات، ودخل بها وهي بنت 9 سنوات، وأعرس النبي صلى الله عليه وسلم بها في شوال وهي أعلم النساء رضي الله عنها. وقد كناها النبي صلى الله عليه وسلم بأم عبد الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا، وكان حبه لها مثالا للحياة الزوجية الصالحة. وكان الشعبي يروي عن مسروق أنه كان إذا حدث عن عائشة يقول: حدثتني الصديقة بنت الصديق المبرأة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم المؤمنين عائشة مبرأة، وأم المؤمنين عائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أنوف الروافض الذين لا يتقون الله ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ومسند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها يبلغ 2210 حديث، اتفق البخاري ومسلم على 174 حديث، وانفرد الإمام البخاري ب54 حديث، وانفرد الإمام مسلم ب69 حديث. وعاشت رضي الله عنها وأرضاها 63 عام وأشهر، وتوفيت رضي الله عنها وأرضاها في عام 57 هجريا، ولا ذرية لها رضي الله عنها. ثم تعالوا بنا بعد ذلك إلى أم كلثوم بنت أبي بكر، وأمها هي حبيبة بنت خارجة. وقد جاء أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما حضرته الوفاة قال لأم المؤمنين عائشة: إنما هما أخواك وأختاك. فقالت أم المؤمنين عائشة: هذه أسماء قد عرفتها، يعني أنا لي أخت واحدة، هذه أسماء قد عرفتها، فمن هي أختي الأخرى؟ فقال أبو بكر الصديق: ذو بطن بنت خارجة، قد ألقي في خلدي أنها جارية، يعني يقول لها أنا أتوقع أنها جارية، أنها حامل ببنت يعني. فكانت كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وولدت بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه. تزوجها طلحة ابن عبيد الله وقتل عنها في يوم الجمل. أيها الكرام، هذه هي أسرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهي أسرة مباركة قد أكرمهم الله عز وجل جميعا بالإسلام. أسلم والديه وأسلم أولاده وأسلم جميع أهل أبي بكر الصديق. كل أهل أبي بكر الصديق آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبوه، وأهل أبي بكر الصديق جميعا لا يعرف فيهم منافق، آمنوا جميعا وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، بل وتزوج النبي من بنت أبي بكر عائشة أم المؤمنين الحصان الرزان البريئة المبرأة. فكان يقال للإيمان بيوت وللنفاق بيوت، فبيت أبي بكر من بيوت الإيمان من المهاجرين، وبيت بني النجار من بيوت الإيمان من الأنصار. ولاحظ كلمة من بيوت، يعني معنى ذلك أن هناك بيوت أخرى من بيوت الإيمان، بيوت الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا، لكن بيت أبي بكر الصديق يتقدم هذه البيوت ويفوز على هذه البيوت، فهو خير من وطئ الأرض بعد الأنبياء والرسل،
ثم تعالوا بنا بعد ذلك إلى مكانة أبي بكر في الجاهلية. فلقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه من وجهاء أهل مكة، وكان من أشرافهم، وكان أحد كبارهم رضي الله عنه، وذلك أن الشرف انتهى قبل مجيء الإسلام إلى 10 بطون من أهل مكة. فالعباس بن عبد المطلب من بني هاشم، وكان يسقي الحديد، كان يسقي الحديد في الجاهلية وبقي له ذلك في الإسلام. وأبو سفيان بن حرب من بني أمية، وكانت عنده راية قريش، إذا لم يجتمعوا على واحد جعلوه هو الرئيس وقدموه. والحارث بن عامر من بني نوفل، وكانت له الرفادة، وهو ما يجمعه قريش من أموالهم ليعطونه للفقراء ولأصحاب الحاجة. وعثمان بن طلحة ابن زمعة ابن الأسود من بني أسد، وكانت إليه المشورة، فلا يجمع على أمر دون أن يعرض عليه. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان من بني تيم، وكانت إليه الأشناق، والأشناق هي الديات، يعني كانت له الديات والمغارم. فكان إذا حمل شيئا فسأل فيه قريشا صدقوه وأمضوا حمالة من كان معه، يعني يصدقونه مباشرة ويدفعون مباشرة ولا يتكلم أحد، ويمضون قول أبي بكر رضي الله عنه. هذا في الجاهلية، هذا قبل الإسلام. كان شريفا، وكانت له الديات والمغارم. وكان إذا تحمل أحد آخر، إذا ذهب أحد آخر غير أبي بكر لقريش ويقول لهم يدفعون الديات والمغارم، كانوا لا يتحملون حمالته ولا يأخذون بكلمته، ولا يتحملون إلا ما يتحمل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هذا في الجاهلية، هذا قبل الإسلام، كان شريفا رضي الله عنه. وخالد بن الوليد من بني مخزوم، وكانت إليه القبة والإعانة. والقبة هذه كانوا يضربونها ثم يجمعون فيها ما يجهزون به الجيوش. والإعانة أي أنه كان على خيل قريش في الحروب. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه من بني عدي، وكانت إليه السفارة في الجاهلية. وصفوان بن أمية من بني جمح، وكانت إليه الأزلام. والحارث بن قيس، وكان من بني سهم، وكانت إليه الحكومة وإليه أموال الآلهة المزعومة. واشتهر أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعدة أمور، ومنها العلم بالأنساب، فلقد كان عالما بالأنساب رضي الله عنه، وكان عالما بأخبار العرب، وله في ذلك باع طويل. وكان العرب يحبون أبا بكر الصديق لأنه كان لا يعيب أنسابهم، فلقد كان أبو بكر هو أنسب قريش لقريش، وهو أعلم الناس بها، وكان أعلم الناس بما في قريش من خير وشر. ولهذا فقد جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها. الأمر الثاني أن أبا بكر رضي الله عنه اشتهر في الجاهلية كذلك بالتجارة، فلقد تاجر أبو بكر الصديق رضي الله عنه ودخل بصرى من بلاد الشام، بل وارتحل إلى العديد من البلدان. وكان رأس مال أبي بكر الصديق 40,000 درهم، وكان ينفق من ماله بسخاء. الأمر الثالث أنه كان محبوبا ومألوفا بين الناس، فلقد ذكر ابن إسحاق في السيرة أنهم كانوا يحبونه ويألفونه ويعترفون لأبي بكر بالفضل. ولذلك فقد قال له ابن الدغنة حين رآه مهاجرا، قال له: إنك لتزين العشيرة وتعين على النوائب وتكسب المعدوم وتفعل المعروف. وقد علق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على هذا فقال: ومن أعظم مناقبه أن ابن الدغنة سيد القارة لما رد عليه أبو بكر جواره بمكة وصفه بنفس الصفات
التي وصفت بها أم المؤمنين خديجة وصفت بها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كما وصفت أم المؤمنين خديجة وصفت النبي صلى الله عليه وسلم بصفات، نفس الصفات وصف بها ابن الدغنة وصف بها أبو بكر الصديق. وهذه غاية في مدحه، يعني غاية في مدح أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأن صفات النبي صلى الله عليه وسلم منذ نشأ هي أكمل الصفات. الأمر الرابع الذي عرف به أبو بكر الصديق أنه لم يشرب الخمر قط، لا في جاهلية ولا في إسلام. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: حرم أبو بكر الخمر على نفسه فلم يشربها في جاهلية ولا في إسلام، وذلك أنه مر برجل سكران يضع يده في العذرة فإذا قربها من فيه أبعدها عنه، فقال أبو بكر: إن هذا لا يدري ما يصنع. وفي رواية أخرى لأم المؤمنين عائشة قالت: ولقد ترك هو وعثمان شرب الخمر في الجاهلية. ولما سئل أبو بكر الصديق: هل شربت الخمر في الجاهلية؟ قال: أعوذ بالله. فقال له السائل: لما لم تشرب الخمر في الجاهلية وكان ذلك متاحا؟ فقال له أبو بكر الصديق: كنت أصون عرضي وأحفظ مروءتي. الأمر الخامس الذي عرف به أبو بكر الصديق أنه لم يسجد لصنم قط. قال أبو بكر رضي الله عنه في مجمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما سجدت لصنم قط، وذلك أني لما ناهزت الحلم، يعني لما بلغ أبو بكر، قال: أخذني أبو قحافة من يدي وذهب بي إلى مخدع فيه أصنام وقال لي: هذه آلهتك الشم العوالي. قال: وخلاني وذهب، يعني تركه أبو قحافة وذهب. قال: فدنوت من الصنم وقلت له: إني جائع فأطعمني، فلم يجبني. فقلت له: إني عار فاكسني، فلم يجبني. قال: فألقيت عليه صخرة فخر لوجهه. وهكذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لم يرتكب شيئا يخدش الرجولة والمروءة، فلا عجب بعد ذلك ممن كانت هذه أخلاقه أن ينضم بعد ذلك إلى موكب الحق، وأن يكون من المصدقين السابقين الأول للإسلام. ولا عجب من رجل هذه أخلاقه أن يكون هو أفضل من وطئ الأرض بعد الأنبياء والمرسلين. نعم، لا عجب من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. لله در الصديق رضي الله عنه، فلقد كان يحمل رصيدا قويما وعظيما من الأخلاق العظيمة، مما أهله بعد ذلك أن يكون هو أول رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يعبه المشركون في الجاهلية بشيء، ولم يكن له عندهم عيب إلا أنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء. هذا أبو بكر الصديق، هذا هو العتيق، هذا هو الأواه، هذا هو الأتقى، هذا هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. أيها الإخوة الكرام، إلى هذا الحد نقف، ونلتقي في اللقاء القادم بمشيئة الله رب العالمين ومع إسلام أبي بكر الصديق. وإلى أن يحين هذا الموعد نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وإلى لقاء آخر إن شاء الله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.